بيبدأ الفيلم مع زوجين أيرلنديين وهما إيدي ومراته كلير، وفي الفترة دي كانت أيرلندا في حروب مع الجيش الإنجليزي، وعلشان كده كانوا بيتعاملوا أسوأ معاملة من الإنجليز. وبنعرف إن كلير شغالة خادمة في معسكر الجيش الإنجليزي، وحتى جوزها إيدي شغال هناك لأن مفيش أي شغل تاني. وفي يوم بيكون في حفلة لكل رجالة الجيش الإنجليزي، ولأن كلير صوتها حلو بتطلع تغني ليهم والكل بيعجب بصوتها، خاصة القائد هوكنز اللي بيطلبها على أوضته بعد الحفلة. وهي وقتها بتضطر تروح له لأنها عايزة أوراقها اللي معاه. وبنعرف إن كلير كان محكوم عليها بالسجن وهو طلعها منه علشان تخدمهم، ولكنه سابها تحت رحمته. وبرغم إن عقوبتها خلصت إلا إنه برضه مش عاوز يديها أوراقها وبطاقتها علشان تسافر. وبيبان إن هوكنز معجب بيها، بس كلير بترفضه وبتفكره إنها متجوزة، ورفضها ليه بيحسسه بالإهانة فبيعتدي عليها بالإجبار. وفي اليوم ده كلير بترجع للبيت وهي منهارة، وبيلاحظ جوزها حالتها النفسية السيئة، وبيعرف إن هوكنز لسه رافض يديها أوراقها، فبيقرر إنه لازم يروح يتكلم معاه بنفسه تاني يوم. وبيوعدها انه هيتكلم معاه بهدوء ومش هيعمل مشاكل. وفعلا تاني يوم بيروح ايدي لمكتب هوكنز، وبعد فترة قصيرة بيخرج وهو في قمة غضبه، واكيد بيكون هوكنز رفض طلبه واهانه. وفي نفس اليوم بالليل بيتجمع ايدي مرة تانية مع هوكنز ورجالته، والمرة دي ايدي كان شارب وما كانش في وعيه، وعلشان كده بيتخانق مع هوكنز وبيأمره يدي الاوراق لمراته. والخناقة بتكبر بينهم لدرجة ان هوكنز كان هيقتله، بس ساعتها قائد الجيش بيوصل وبيوقف كل اللي بيحصل. وكمان بيتكلم مع هوكنز على انفراد، وبيبلغه انه عارف بكل عمايله السوداء، وان هو ورجالته سبب الفساد اللي بيحصل في المنطقه، وعلشان كده هو هيبعت رساله للمدينه ويلغي اسمه من قائمه الترقيات. والكلام ده بيجنن هوكنز وبيخليه في قمه غضبه، وبيقرر انه لازم يوصل للمدينه قبل الرساله دي وياخد الترقيه بتاعته باي ثمن. وفعلا بيقرر يسافر مع 2 من رجالته وهم روس وياجو. وفي نفس الوقت ده كان ايدي برضه بيجهز كل حاجه ومصمم انه يهرب النهارده هو وعيلته من هنا، واللي يحصل يحصل. لكن للاسف مش بيلحقوا حتى يخرجوا من البيت، وده لان هوكنز اقتحم البيت عليه هو ورجالته، وكان جاي وعامل حسابه ينتقم منه، وده لان ايدي كان السبب في سحب الترقيه منه. وقتها مش بيلاقي عقاب اصعب من انه يكتفه ويعتدي على مراته قدامه، وساعتها ايدي بيصرخ بكل عجز وهو مش قادر يدافع عنها. ومش بس كده، ده كمان بيسمح لروس انه يعتدي عليها كمان. وكل ده وكلير بتصرخ وبتطلب النجدة من اي حد. وهنا بيمسك ايدي سلاحه وخلاص بيقرر انه يقتلهم، لكن للاسف طلقة سلاح هوكنز كانت اسرع منه وبيخلص على ايدي في ثواني. وساعتها الدنيا بتسود في وش كلير وما كانتش مستوعبه كل اللي بيحصل. واللي زاد وغطى ان بنتها الصغيره كانت بتصرخ من الخوف. وقتها هوكنز بيأمر ياجو انه يسكتها باي شكل، فبيخبطها في الحيط وبتقع ميته في لحظتها. وقتها هوكنز بيجبر ياجو يقتل كلير كمان، ولان ياجو كان خايف بيخبطها على دماغها بالبندقيه وبيهربوا من البيت. وتاني يوم بتفوق كلير وبنعرف انها ما ماتتش ولسه عايشه. وقتها بتكتشف انها ما كانتش بتحلم وان عيلتها ماتت فعلا، ومن هنا هي كمان بتموت معاهم. وبيظهر منها شخصيه جديده وعنيفه، وبتاخد جثه بنتها وبتطلع على مقر الجنود. وهناك بتعرف ان هوكنز سافر، وحتى لما بيعرفوا بجريمته محدش بيفكر يساعدها، فبتقرر انها هتاخد طار عيلتها بنفسها ومش هتحتاج لحد. ولما بتعرف ان هوكنز سافر عن طريق الغابه بتروح تأجر دليل يساعدها في الوصول ليهم. وقتها بتأجر شاب اسود البشره واللي بيكون اسمه بيلي، وبتكذب عليه وبتقول له انها عايزه توصل للجنود لان جوزها واحد منهم ولازم توصل له بسرعه. وبيعرفها بيلي ان الجنود اخدوا عمه تشارلي معاهم، وده علشان يدلهم هو كمان على الطريق. وبيبان قد ايه كلير فقدت الثقه في كل الناس، وكانت ماشيه بالحصان ورا بيلي ورافعه السلاح عليه وخايفه من اي حركه غدر منه. وفي نص الطريق بتكتشف كلير ان الاكل وقع منها، ودي كانت مشكله كبيره ملهاش حل. ولما بيقرر بيلي يسرق اكل بترفض تماما. في نفس الوقت ده بنشوف هوكنز ورجالته في طريق سفرهم، وبيبان ان معاهم طفل صغير بيساعدهم في الطريق. وبالليل بيخيموا في الغابه، وبيبان قد ايه ياجو لسه مصدوم وخايف من اللي حصل. فبيطمنوا هوكنز ان محدش هيأذيهم وانهم هيقدروا بسهوله يرموا اللوم على جوز كلير ويقولوا ان هو اللي كان عاوز يخلص عليهم. وبيأمروا ما يتكلمش في الموضوع ده تاني ولا يفتح سيرته. وتاني يوم بتصحى كلير على مطر قوي جدا، وبرغم الجو الصعب ده الا انها برضه بتصمم انهم يكملوا الطريق. في نفس الوقت روس بيشوف بنت من سكان الغابه اصحاب البشره السمراء، فبيخطفها غصب عنها وبيقنع هوكنز انهم ياخدوها معاهم. وهو بالفعل بيوافق وبيأمرهم يربطوها في العربيه. والمسكينه ساعتها بتصرخ وبتطلب النجده ولكن محدش بيسمعها. اما بيلي فبيقدر يحدد المكان اللي هوكنز ورجالته مشيوا منه، وبيعرف كلير انهم لو عدوا النهر هيوصلوا ليهم اسرع. بس هم مش هيقدروا يعملوا كده لان منسوب الميه عالي. ولكن كلير ولا بيفرق معاها كل الكلام ده، وبتنزل الميه بالفرس وبتصمم تعدي النهر. وبيقدر بيلي يوصل للبر التاني هو والفرس، بس كلير الميه بتشدها وكانت هتغرق لولا بيلي هو اللي بينقذها من الموت. وفي اليوم ده ولما بيخيموا بيصرحها
بيلي انه بيكرهها هي وكل الانجليز، او زي ما هم بيقولوا عليهم اصحاب البشره البيضاء، وده لانهم سرقوا منهم ارضهم وكمان بيقتلوهم من غير اي سبب. فبتتخانق معاه كلير وبتقول له انها ايرلنديه وبتتعرض لنفس العنصريه من الانجليز وبتكرههم اكتر منه، فبلاش يلومها على حاجه ملهاش علاقه بيها. وبيبدا يوم جديد، وفي اليوم ده بيكمل هوكنس طريقه هو واللي معاه، والمره دي زياده عليهم البنت اللي خطفوها. ولحسن الحظ ان قبيلتها بتقدر توصل ليهم وعلى طول بيهجموا عليهم، فبيتصاب ياجو من الهجوم ده، وبيقدر هوكنز انه يهددهم بقتل بنت قبيلتهم وبيسيبها توصل لغايه عندهم. بعدين بيضرب عليها نار فبتقع ميته فورا، وبيغدر بيهم بعد ما اداهم الامان، وبيستغل انشغالهم وبيهرب بسرعه، وبيتشتت هو واللي معاه وكل واحد بيهرب من طريق. ساعتها بيلي بيكون وصل للمكان اللي حصلت فيه الحادثه، وبيقدر يحدد ان هنا كان في ضرب نار واشتباك، وكمان بيلاقي الطريق اللي ياجو مشي منه بسهوله، وده لان اثار الدم واضحه جدا على الطريق. فبيفضلوا ماشيين ورا اثار الدم لغايه ما كلير بتشوف ياجو من بعيد، وساعتها بتؤمر بيلي ياخد باله من الفرس لغايه ما ترجع هي، وبتجري بعدها عليه علشان تلحقه بسرعه. وهو اول ما بيشوفها بيتعرف عليها فبيترعب وبيحاول يهرب منها باي شكل. ساعتها بتضرب عليه طلقه في رجله وبتوقعه على الارض، ولما بيلاقي مفيش اي مجال للهروب بيفضل يحلف لها انه ما كانش قصده يقتل بنتها، بس طبعا ولا بيفرق معاها كل كلامه، وبتروح تكمل طعن فيه بالسكينه لغايه ما بتتاكد انه خلاص مات. ومش بتكتفي بكده، لا ده كمان بتفضل تخبطه بالبندقيه في وشه زي ما عمل فيها. ولما بتحس انها رضيت وخدت بطارها بتقوم وبتمشي، والصدمه اللي بتصدمها ان بيلي كان واقف وشايف كل حاجه، وحتى هو نفسه بيخاف منها وبيقرر ما يكملش الرحله. وساعتها لاول مره كلير بتعيط قدامه وبتترجاه يساعدها انها تاخد حق عيلتها، فبيفهم ان الجنود دول مفتريين وظالمين، وعلشان كده بيرجع في كلامه وبيكمل معاها الرحله. وفي الاثناء دي كان باقي الفريق اتجمع تاني، والمره دي بيقول لهم تشارلي على طريق امان مختصر يمشوا منه، والطريق ده هيكون من فوق التل علشان محدش يوصل لهم، وهم بيمشوا وراه من غير ما يعترضوا ولا حتى بيتكلموا. وفي نفس اليوم ده بالليل بتحكي كلير المعاناه اللي عاشتها، وازاي جوزها وبنتها اتقتلوا قدام عينيها وهي كانت ضعيفه وعاجزه انها تدافع عنهم. وبيحكي لها بيلي برضو ازاي الانجليز قضوا على قبيلته بالكامل، ومن ضمنهم والده اللي مات قدام عينيه من غير رحمه، وبيعرفها انه جرب شعورها قبل كده وعلشان كده هو حاسس بيها وقرر انه يساعدها. وفي اليوم ده مش بتقدر كلير تنام من كتر الكوابيس، لدرجه انها تاني يوم بيغمى عليها وبتقع من فوق التل فجاه وهما ماشيين، فبيجري بيلي ينقذها وبيفضل جنبها لغايه ما بتبقى كويسه. في نفس الوقت ده كان هوكنز واللي معاه وصلوا لنهايه الطريق، وساعتها بيكتشفوا ان تشارلي واخدهم لطريق مسدود واخره منحدر جبل، وده انتقام منه للبنت اللي هم قتلوها. ومهما حاولوا معاه انه يوصلهم للطريق الصح بيرفض تشارلي، لغايه ما بينفعل روس وبيطلع بندقيته وبيقتل تشارلي في ثواني. وساعتها بيتعصب هوكنز عليه لانه قتل الشخص الوحيد اللي يقدر يوصلهم، ودلوقتي هم تايهين في الغابه ومش عارفين ايه مصيرهم، فبيضطروا انهم يباتوا الليله دي في الغابه. وتاني يوم بيبداوا رحله من فوق التل، وهوكنز بيجبر روس هو اللي يمشي قدامهم ويبقى الدليل. في نفس الوقت ده كانت كلير وبيلي اخيرا وصلوا فوق التل، وبيشوف بيلي جثه عمه تشارلي وبينهار، وبيصمم على الانتقام منهم هو كمان. ولحسن الحظ انهم اخيرا بيوصلوا لمكانهم وبيشوفوهم. وقتها كلير بتنفعل ومش بتقدر تصبر اكتر من كده، وبتمسك السلاح وخلاص كانت هتقتل هوكنز، بس فجاه بتخاف وبتثبت مكانها، وهو ساعتها بيشوفها وبيصوب عليها والطلقه بتيجي في كتفها. وقتها بتهرب بسرعه هي وبيلي، وبيطمن بيلي عليها وبيسيبها في مكان امن، وبعدها بيروح يجيب الفرس علشان يرجعوا بسرعه. بس للاسف هوكنز وقتها بيقبض عليه هو والفرس، وبيهددوا لو ما وصلهوش للمدينه هيقتله، فبيضطر بيلي انه يشتغل دليل ليهم ويوصلهم للمدينه. وبكده بقت كلير في الغابه لوحدها، وبتفضل طول اليوم تايهه ومش عارفه تروح فين، وبتفضل تهلوس طول الليل من قله الاكل لغايه ما بتقع في البحيره من كتر الهلوسه. وتاني يوم بتفوق وبتكمل طريقها في الغابه لغايه ما بتلاقي طائر، وبتفتكر ان بيلي قال لها ان الطائر ده شبه الدليل وبيرشد اي حد معاه للطريق، فبتمشي وراه بالفعل. وبعد فتره بتلاقي نفسها وصلت للطريق الرئيسي، اما بيلي فبيوصلهم للمدينه وبيقدر يهرب منهم على اخر لحظه قبل ما يقتلوه. ولحسن الحظ انه بيرجع يتقابل مع كلير مره تانيه، وساعتها كانت هي في قمه السعاده وبتجري تطمن عليه، وبيكملوا طريقهم للمدينه. ووقتها بيعدوا على بيت في المزرعه، فبيدخلوا يسرقوا منه اكل بسبب جوعهم، وبيكتشفوا ان الجنود قتلوا اصحاب البيت، وبيضطروا انهم يسرقوا اكل ولبس. وبعدها بيكملوا طريقهم، ولان المدينه كلها عنصريه ضد اصحاب البشره السمراء بتضطر كلير طول الوقت تمثل ان بيلي حرامي، وبتفضل مهدداه بالسلاح على اساس ان هي واخداه لجوزها علشان يقتله، لغايه ما بيقابلوا في الطريق واحد عجوز ومراته، وده الوحيد اللي بيعاملهم كويس وكمان بيعزم عليهم يتعشوا معاه. والاول مره حد يعامل
بيعامل بيلي كويس، وكمان بيطلب منه يقعد يتعشى جنبهم على السفرة، وعلشان كده بيتأثر بيلي جدا لدرجة انه بينفجر في العياط. وبمجرد شروق الشمس بيبدأ أبطالنا رحلتهم من تاني، والمرة دي فعلا بيوصلوا للمدينة وبيشوفوا هوكنس بعد ما أخد الترقية. وأول ما هوكنس بيشوفهم بيؤمر الجنود يبعتوا لحاكم المدينة ويبلغوه إن في 2 حرامية هنا ولازم يتم القبض عليهم. ولكن خلاص كلير ما كانش فارق معاها أي حاجة، وبتدخل لمركز الشرطة وسط كل الجنود والضباط وبتحكي كل حاجة هوكنس عملها فيها هي وعيلتها. وهو كان متوتر جدا وبيفضل ينكر وبيقول إن هي كدابة لغاية ما بينفعل عليها وبيضربها بالقلم. وقتها بتطلع من مركز الشرطة وهي منهارة، فبيلحقها بيلي بسرعة وبياخدها وبيهربوا للغابة مرة تانية، وبيطلب منها تنسى الانتقام وترجع تعيش حياتها. بس بالليل بيلي بيجهز نفسه وبيلبس زي قبيلته وبيسيب كلير نايمة في الغابة، وبيرجع هو للمدينة. وهي لما بتصحى مش بتلاقيه، فبتفهم خطته وبتفهم انه هينتقم منهم وبتجري بسرعة علشان تلحقه. ولكن للأسف هو كان أسرع منها ووصل لهوكنز وبيقدر انه يقتله ويخلص عليه بالرمح اللي معاه. وبعدها بيدور عن روس لغاية ما بيلاقيه هو كمان، وساعتها روس بيضربه طلقة في بطنه ولكنه مش بيتأثر وبرضه مش بيستسلم وبيوصل له وبيخلص عليه. وبكده يكون حقق انتقام كلير بنفسه، وكمان خد بتاع عمه تشارلي. وبعدها بيطلب من كلير تاخده من هنا بسرعة وتوديه لشط البحر، وفعلا بتسمع كلامه وبيهربوا بسرعة على هناك. وساعتها بيبان على بيلي السعادة وبيرقص رقصة الانتصار الخاصة بقبيلته. وبعدها بيقعد يتأمل شروق الشمس هو وكلير، وبيكون مش عارف هل ده آخر شروق شمس هيشوفه ولا هيتكتب له عمر جديد. وبكده بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.